مساء الماتش عليكم جميعا المتابعين الكرام في حلقه جديده من برنامجكم مساء الماتش للحديث عن وتحليل مقابله المنتخب المغربي ضد نظيريه جزر القمر في الجوله الاولى من مباريات كاس العرب واللي جراها المنتخب الوطني عشيه هذا اليوم، واللي كانت صراحه مقابله جميله مليئه بالتكتيكات اللي استعن بها طارق سكيتيوي رغم الاكراهات اللي الحقيقه عاشها قبل بدايه البطوله والوصول ديالو المتاخر للدوره. طارق سكيتيوي وصل اليوم الخميس بسد اللاعبين اللي جراو الحصه التدريبيه الاولى، بعد ذلك بدا كيتقاطعوا لاعبين واحدا تلو الاخر، وصول لكل من الكرتي ومحمود بن تايك متاخرين، وهذا هو اللي خلى التشكيله تظهر لنا بهذا التشكيل اللي دخل به المقابله اليوم، واللي شفنا فيها صراحه مقابله من طراز رفيع اللي ابان فيها ابناء سكيتيوي على الاستعداد ديالهم للمنافسه في هذه البطوله هذه، ولمن ان شاء الله تحقيق اللقب، واللي من خلال هذه المقابله اللي صيفطوا رساله كانت واضحه للجميع ان المنتخب المغربي في هذه المناسبه لم ياتي من اجل المتعه او من اجل بعض المقابلات العابره، بل اتى من اجل المنافسه على اللقب. طارق سكيتيوي بدا المقابله ديالو بخطه 4-2-3-1، البوفتيني مع باش في قلوب الدفاع، الظهير الايمن بولكسوت، الظهير الايسر المساوي ظهير نهضة بركان، في الوسط جوج لاعبين الارتكاز اللي الحقيقه اليوم ابانوا على العلو والكعب ديالهم بواحد الطريقه جميله بزاف، تقاسموا الادوار فيما بينهم، كل من مهديوي وحريمات القائد اللي كان اليوم مايسترو في وسط الميدان، عرف يربط ما بين الدفاع والهجوم، والادوار ديالو الهجوميه اللي وضحت كبيره كما كيلعب في فريق الجيش الملكي. اليوم ظهر ان حريمات المستوى في فريق الجيش الملكي والظهور ديالو ما جاش عبثا، بالعمل ديالو الكبير اللي كيقوم به في وسط الميدان، واللي ظهر في هذه المقابله هذه حقيقه الربط ديالو ما بين الخطوط الدفاعيه وخط الوسط، وكذلك المساهمه ديالو هجوميا. دائما كتلقاه في البوكس مع كل من المهاجمين، مع البركاوي ومع اسامه طالان، يعني كيعطي الاضافه لاسامه طالان وكيدفع به القدام، ولاحظنا في اطوار الشوط الاول كان ديما كيدفع اسامه طالان قدام وكيزيد يعمر به الميليو، ولقينا ان جميع الكرات المرتده كان هو الاول اللي كيوصل لها. فاسامه طالان كان كوسط ميدان هجومي، الجهه اليمنى كان فيها تيسو دالي، الجهه اليسرى الزحزوح، وكراس حربه كان البركاوي، وكيتبادلوا الادوار فيما بينهم بثلاثه، مره كيدخل تيسو دالي كراس حربه وكيجي البركاوي الجهه اليمنى، وهذا هو اللي خلى واحد الاختلاف عندنا في المحاولات الهجوميه. كنلقاو الحمد لله محاولات من الجهه اليمنى عن طريق تمريرات عاليه، عن طريق البروفوندور، واخا في الحقيقه في البروفوندور ما كانش عندنا واحد ليفيكاسيتي مزيان، واحد القوه الصراحه، واحد النجاعه من الهجوم من داخل وسط الميدان. لكن ما يحسب لطارق سكيتيوي واللي انا عجبني بزاف صراحه هو الكرات الثابته اللي جاو منهم الاهداف، جوج ركنيات جاو منهم الاهداف بطريقه مخدومه، كتبين باللي خدموا على الكرات الثابته بزاف، وهذا هو النقطه اللي ديما كنت نهضر عليها سابقا، كنقول انا وليد البكراكي ما كانش كيخدم على هذه النقطه ديال الكرات الثابته واللي كتكون مفصليه، وفي هذه المقابله حنا عرفنا القيمه ديالها وعرفنا الطريقه ديالها، علاش حنا محتاجين اننا نخدموا على الكرات الثابته. التغطيه اللي قام بها لاعبي المنتخب الوطني باش فتحوا الباب امام البوفتيني القادم من الخلف، وداك لا ديتون ديالو اللي كانت صراحه جميله، يعني رغم محاوله مدافع الخصم انه يزاحموا، لكن استطاع انه يسجلها في الزاويه 90. كذلك نفس الهدف اللي تماركا عن طريق الركنيه، واللي صراحه لعبت بطريقه جميله، تغطيه وخروج المفاجئ لتيسو دالي من الخلف، وهذه هي النقطه المهمه، الخروج المفاجئ. كيفاش خرج عن طريق لابيل دبال دغيغ لي جوور، خرج طلب الكره من خلف المدافعين في الوقت اللي قاموا اللعابه بالتغطيه على الزملاء ديالهم، بالتغطيه على دفاعات الخصم، واستطاع من خلال تسجيل الهدف. المنتخب الوطني صراحه طريقه التكتل اللي لعب به، وكان نقطه الضوء الكبيره واللي كانت مزيانه في المقابله انه كيهاجم بكتله واحده وكيدافع بكتله واحده، كيملأ الفراغات، ما كيخليش مساحات الفريق جزر القمر. وهذا الشيء شفنا الشوط الاول كان جميع نسبه احتكار الكره كانت كلها اغلبيه المنتخب الوطني وبنسبه كبيره، رغم انا عندي واحد التحفظ على
نسبه احتكار الكره واللي كنعتبرها كانت سلبيه في بعض الاحيان، لان اغلب الكرات والتهديدات اللي جات اللي درنا للخصم جزر القمم كانت عن طريق العرضيات او عن طريق اللعب على الاظهره في الصعود ديال كل من بولكسوت والمساوي اللي عطاو اضافه للهجوم اللي ولينا كنهاجموا بخمسه اللاعبين، ثلاثه في مربع العمليات والاطراف ممتلئه. ملي كتصونطرا الكره كنلقاو ديما لاعب من المنتخب الوطني، وهذا اللي تاثرنا في الهدف الثالث اللي ماركا البركاوي بطريقه جميله صراحه، طريقه الارتقاء الدومي فون ويضرب الكره على الارض اللي خدعت الحارس. هاد الميكانيزمات وهاد العمليات كامله ما كنظنش انها جات فرديه، بالعكس هذا عمل قام به طريق سكيتيوي مع اللاعبين، رغم ان المده اللي جمع فيها المجموعه او الحضور ديالو للدوره، وفي ظل التصريحات اللي عقب بها طريق سكيتيوي عقب المقابله، واللي اكد انه تعرضوا الاكراهات قبل المقابله ساعه ونص هما في الكار قبل الدخول للملعب، ما بقاش لهم الوقت انهم يهضروا مع اللعابه، ما بقاش الوقت فين يهضروا مع اللعابه ويعطيهم تعليمات اللي كانت غتعطي الاضافه. لكن رغم ذلك الحنكه ديال اللاعبين اللي اختارهم طريق سكيتيوي، الكفاءه ديالهم والخبره ديالهم في المنافسات الكبرى خلت ان اللاعبين اللي يدخلوا المقابله ما كانش عليهم ضغط كبير، بالعكس جراو المقابله بطريقه جميله، داروا دي زوكازيون اللي كانوا افيكاس. كانت ليفيكاسيتي الا شفنا لي ستاتيستيك لقينا ان المنتخب المغربي 5 تسديدات على المرمى سجل منهم 3، فهذه كتعتبر 90% نجاعه هجوميه عند المنتخب الوطني وقوه، وكان بالامكان انه يسجل 3 و4 و5 و6 الاهداف. لسوء الحظ الحكم ما احتسبش لنا 2 ضربات الجزاء اللي كانت واضحه، كنشوفوها واضحه، لكن كيبقى راي الحكم وكنحترموه حنا كمغاربه الحمد لله. حنا كنامنوا بالمنطق ان هناك حكم كيدير المقابله، كنحترموا القرارات ديالو كيف ما كانت ظالمه او غير ظالمه، لان حنا كنامنوا بذاك المنطق غنجيبوها بالكره، والحمد لله الدراري جابوها بالكره ولعبوا كره جميله واستطاعوا انهم يحققوا النتيجه الايجابيه. غنطلقوا دابا الستاتيستيك وغادي ندخلوا للهدف الاول للمنتخب الوطني، وغنناقشوا الطريقه ديال لي ديبلاسمون ديال اللعابه كيفاش ديبلاساو باش يعطيو مساحات البوفتيني يجي من الخلف. وكيف كتشوفوا في الصوره اللاعبين المغاربه كل واحد دائما واحد في الديال واحد مع واحد، وعطاو فرصه البوفتيني اللي جا من الخلف وطلع بديك الطلعه وضرب الكره بالراس، كان حر طليق. وهذا كله راجع، الى رجعنا نشوفوا كله راجع للتحركات ديال الزملاء ديالو اللي فتحوا له المساحات وجا من الخلف لقى الوقت فين يطلع ويضرب الكره بالراس. كذلك في الهدف الثاني الطريقه اللي سددها التمويه اللي دار الزحزوح باش خرج التيسودالي من خلف اللاعبين وجاته الكره وسجل الهدف. هذه كلها عمليات كتخدم في الحصص التدريبيه، كيخدموا على اللاعبين والطاقم التقني الطريق سكيتي، والصراحه كتحسب له هذه العمليات هذه، لان هذو الكرات الثابته اصبحوا جزء لا يتجزا من المنظومه الكرويه. يعني ولات اصبحت طرق لتحقيق الاهداف كيف ما كنا كنشاهدوا في الدوري الانجليزي عند ملي كتكون شي ركنيه الفريق الخصم الجمهور الخصم كامل كيفرح كانها ضربه جزاء. هذا الشيء اللي كنشوفوا دابا مع طريق سكيتيوي فهاد 2 الاهداف اللي تسجلوا، وهذه نقطه تحسب له. غنمشيو للهدف الثالث اللي جاء عن طريق عرضيات المساوي، العرضيه الجميله اللي معروف بها المساوي بالجهه اليسرى وبالقدم اليسرى ديالو، واللي تلقاها البركاوي دار انسلال على المدافع واستطاع من خلاله انه يضرب دومي فون الهدف وسجله بطريقه جميله، وكان هدف من اجمل الاهداف في المقابله. هذا ما كيمنعش اننا نهضروا على نقاط الضعف كذلك اللي كانت عند المنتخب الوطني، واللي انا ما كنسميهاش نقاط ضعف، كنسميها هفوات بحكم عدم الجاهزيه للمقابله، لان المنتخب عانى من مشاكل قبل بدايه المقابله، تاخر داخل الحافله الى ما الى ذلك. كذلك كان واحد الهفوات اللي في وسط الميدان اللي استغلها جزر القمم، وبداو عندنا بعض المحاولات اللي كانت محتشمه الى حد ما، ولكن هذا ما كيمنعش ان منتخب جزر القمم لم يكن منتخبا سهل. ماشي حنا لقينا فريق سهل ربحنا 3-1 وصافي ودازت المقابله، بالعكس جزر القمم كان منتخب قوي، عرف كيفاش يسد الخطوط ديالو، دار دفاع الكتله، وكذلك لعب على المرتدات اللي كانت سريعه لكل من اللاعب صاحب رقم 21 اللي كانوا كيجيبوا على الاطراف، دابوا مشاكل الدفاعات المنتخب الوطني. وهذا كانت نقطه مزيانه ان طريق سكيتيوي يشوف حتى القوه ديالو الدفاعيه
واش جاهزه لهذه المنافسات هذه ولا لا، وفي وسط الميدان كذلك. نقطه الضوء اللي كنشوفها هو نقطه الضوء، جميع اللاعبين كانوا نقطه ضوء جميله في هذه المقابله، لكن كان هناك بعض اللاعبين اللي كان عندهم دور كبير وفعال، وكنخص بالذكر لاعب حريمات وكذلك المهديوي اللي كان لاعب ارتكاز 100%، في حين ان حريمات كان كيدير الدور الربط وكذلك مساعده المهاجمين. وهذا الشيء اللي شفناه في المقابله، شفنا كيفاش المهديوي كان كيقطع الكرات بطريقه جميله، كان كيعاون دفاعات المنتخب الوطني، ما خلاش ثغرات وما خلاش واحد الهفوه ما بين الخط الدفاعي والخط الوسط، وهذه كلها نقاط مهمه. وكنظن ان طارق سكيتيوي عارف كيفاش قبل منتخب جزر القمر، رغم ان منتخب جزر القمر عنده الافضليه في التجهيز، 2 الاسابيع هو مجتمعين مع بعضياتهم، 2 الاسابيع لعبوا مقابلات الملحق، حقوا الفوز وبقاو مجموعين مع بعضياتهم الى احتاجوا لقطر، وكانت عندهم الافضليه في هذه النقطه هذه على غرار المنتخب الوطني اللي في الحقيقه جهز في واحد الوقت وجيز الوصول يوم الخميس كما قلت سابقا، وبست اللاعبين فقط. اصابه كل من اشرف بن شرقي والتاخر ديال بن تايك والكرتي، هذا كلهم عوامل اثرت شويه على المقابله. كذلك في التصريح ديال السكيتيوي قال باللي هناك بعض اللاعبين، هناك لاعب اللي كان في التشكيله الاساسيه وما قدرش حتى لاخر لحظه انه يلعب، ما عرفناش المشكل والسبب لاش، لكن هذا الشيء مع مرور الوقت غادي نعرفوا الاسباب ديالو، غادي نتاكدوا او غادي تكون التشكيله ان شاء الله في المقابله القادمه متكامله، غنشوفوا تغييرات كثيره في المقابله القادمه. وانا اكيد من هذه النقطه هذه. في الشوط المقابله الثاني شفنا ضغط كبير من منتخب جزر القمر، هجمات من الاطراف، من جميع الاطراف، لكن كان هناك واحد الضغط كبير على الجهه اليسرى المنتخب الوطني اللي كيتواجد فيها المساوي، واللي جميع اغلبيه الهجمات اللي جاوا ضد المنتخب المغربي كانوا من الجهه اليسرى ديال المنتخب ديالنا، وهذا اللي اتى لهم في الدقيقه 56 من المقابله بعد التمريرات في ثلاثيه ما بين اللاعبين، والتمريره الاخيره اللي كانت خلف المساوي اللي استطاع من خلالها لاعب جزر القمر يدخل حتى الكابو 18. لكن كيف كتشوفوا في الصوره عندي تعقيب على حريمات. الدور ديال حريمات في وسط الميدان الدفاعي كان هو التغطيه على الظهير الايسر في ديك اللحظه. كيف كتشوفوا في الصوره التاخر ديال التغطيه ديال حريمات، وهذو من النقاط اللي خصنا نشيروا لها دائما، هو تاخر التغطيه ديال حريمات. كيف كتشوفوا في الصوره امامكم هذه اللحظه كان حريمات يزيد يدخل شويه يقرب، لان المساوي هرب عليه اللعاب، بقى راسو غادي راس الباب. حريمات تراجع، كان غادي يغطي عليه لكن تراجع. داك التراجع ديال حريمات خلى المساحه مفتوحه امام لاعب جزر القمر اللي قام بديك التسديده الصاروخيه واللي ارتطمت ببولكسوت عن غير قصد، اللي ما كيتحملش المسؤوليه ديالها بتاتا. بالعكس هو قام حاول يخرج الكره، لكن ما كتحسبش عليه بولكسوت اللي دار مقابله كبيره كيف شاف الجميع. الضغط على المنتخب الوطني كان كبير من منتخب جزر القمر، واللي كان كيبحث على تسجيل اهداف اخرى، لكن الصرامه العاليه للمنتخب الوطني والتركيز ديالو في المقابله خلاه يجيب المقابله ديالو الى اخر رمق. كذلك التغييرات اللي قام بها طارق سكيتيوي بادخال كل من حمد الله وبوغرين عطات الاكل ديالها، وشفنا دفع المنتخب الوطني بدا كيدفع للامام عن طريق الطريقه اللي كيشد بها حمد الله الكره، وكيتسنى اللاعبين المغاربه حتى يجيو كما مرت التمريرات اللي كنا قراب اننا نسجلوا منها الهدف الرابع وكذلك الخامس. هذا ما كيمنعش اننا نشوفوا بالمقابله كانت في المستوى الرفيع. دابا غادي ندوزوا للخريطه الحراريه ديال اللاعبين في المقابله، وغادي نوقفوا عند محمد بولكسوت والاداء ديالو. كيف كتشوفوا في الصوره الخريطه الحراريه الجهه اليمنى ديال بولكسوت وفين كان التمركز ديالو الكبير، لا هذه لا في الشوط الاول لا في الشوط الثاني، والمساهمه ديالو الهجوميه في الجهه اليمنى ديالو. وشفنا المسافه اللي كان كيضرب بولكسوت والمهام اللي كان عاطيها له طارق سكيتيوي اللي هي ماشي سهله الاظهره في الحقيقه، واللي قام بها بشكل ممتاز. كيف كتشوفوا في الصوره تقدم للامام، العوده للخلف، الجانب الدفاعي كان قوي، كذلك الجانب الهجومي كان عطى اضافه قويه للمهاجمين بالزياده العدديه داخل مربع العمليات. كندوزو مباشره نشوفوا كذلك محمد ربيع حريمات اللي كما كنقولوا لاعب الارتكاز، انا كنسميه اللاعب المحوري في المنتخب الوطني، اللاعب اللي كيربط ما بين جميع الخطوط، كتلقاه في الجهه اليمنى في الجهه اليسرى، هو اللي كان كيساهم بشكل كبير في اراحه اللاعبين. اللحظه اللي كان كيمسك الكره كان كيبرد اللعب، بلغه كره القدم كنقولوا حنا كان كيبرد اللعب، كيبني الهجمه من الخلف، كيتريط في بناء الهجمه ديالو، عنده لوبسيرفاسيون خطيره بزاف، كيفاش كيهز عينه ويشوف. الخريطه الحراريه ديالو لا لاحظتي دائما كان كيميل للجهه اليسرى باش كيعاون
المساوي، كتلقى كذلك التقدم ديالو للامام. هذه كلها نقاط ساهمت في التكتل اللي كيتجمع فيه المنتخب الوطني والمساهمه فيما بينهم بطريقه اللعب ديالهم. كندوزو مباشره كنشوفوا كذلك حمزه المساوي اللي في الجهه اليسرى، واللي قلنا انه عطى التمريرات الهدف الثالث، واللي كان اجرى مقابله في المستوى الرفيع رغم عدم ضعف التغطيه اللي قام بها في الهدف اللي تلقيناه امام جزر القمر. لكن هذا ما كيمنعش ان اللاعب لعب مقابله كبيره. الاخطاء وارده في كره القدم، نتمناو نتفاداوها في المقابلات القادمه، واللي نقدروا نلقاو خصوم اكثر قوه من جزر القمر، لان الاخطاء مثل هذه تقدر تخلي المنتخب الوطني يفقد نقاط او لا تكون في اوقات حاسمه. لكن هذا ما كيمنعش ان المساوي دار مقابله كبيره وتحسب له. تمريره فكرتنا في التمريره اللي ماركاها النصيري امام المنتخب البرتغالي، كذلك اليوم كنشوفوها مع البركاوي، وكنشوفوا كيفاش ان المغرب ولا كيبدا ينوع في طريقه الهجمات ديالو عن طريق تمريرات عاليه، عن طريق كرات ثابته، عن طريق محاوله الدخول من العمق، رغم ان في هذه المقابله ما كانتش محاوله الدخول من العمق كثيره. لكن ان شاء الله المقابله القادمه نشوفوا باللي المنتخب كيعتمد حتى على العمق، انه يدخل من العمق، لان هناك بعض ما كيكون التكتل الدفاعي، فدائما خصنا نديروا تنويع في الهجمات باش نقدروا نخلقوا فرص كثيره. والمنتخب المغربي الحمد لله خلق فرص كثيره واستطاع يوصل المرمى عده مرات. كان فقدان بعض النجاعه الهجوميه، او كما نقولوا الفينيسيو كانت شويه ضعيفه في بعض الاحيان، كيف ما شفنا في اللقطه اللي الباس ديال المساوي اللي خرج على برا وبقات ان كونتاكت ديال بين البركاوي وبين تيسوداني. لكن ان شاء الله هذه المقابله الاولى غنتعلموا منها بزاف النقاط. كندوزو كذلك الاشرف المهديوي، واللي قلت لكم رفقه حريمات داروا واحد العمل كبير. شفنا حريمات كان المساهمه ديالو في مساعده المساوي في الجهه اليسرى. انا غنشوفوا المهديوي باللي كان ليبر في نصف الميدان، لانه كان هو لاعب الارتكاز الصريح في المقابله، واستطاع انه يعمر ديك الثغرات كاملين داخل الميدان في الجهه اليمنى والجهه اليسرى وبالاكثر في وسط الميدان. وهذه هي القوه ديال المهديوي. كيف ما هضرنا في اول حلقه ديالنا، المهديوي ماشي لاعب عادي، المهديوي لاعب من اللاعبين صراحه اللي الارتكاز الممتازين، اللي دائما كيخرج بالمقابله ديالو بتنقيط عالي. اليوم شفنا الاداء ديالو، المستوى ديالو بان المستوى رفيع، غادي يعاون المنتخب الوطني ان شاء الله في المقابلات القادمه. درنا كمقابله اولى في البطوله اداء ممتاز رغم الاكراهات اللي عانى منها طريق سكيتيوي، رغم غياب العديد من اللاعبين بسبب الاصابه وكذلك بسبب وصولهم متاخرين. لكن المقابله كانت في المجمل جميله. شفنا محاولات من كلا الطرفين، لكن كانت الاغلبيه للمنتخب الوطني. شفنا حارس من مستوى رفيع الصراحه، اللي حارس المغرفاسي اللي ابان عن العلو الكعب ديالو بالتدخلات ديالو، خاصه في الشوط الاول والاكثر في الشوط الثاني. شفنا منتخب واقف، اعطانا واحد الصوره على انه منتخب جاهز انه ينافس على البطوله، وهذا هو اللي كنتمناو حنا دائما، لان اصبح ما بقيناش المنتخب كيمشي يلعب دائما كيف كنقول فقط من اجل المشاركه، بل كنقلبوا على منتخب كينافس على اللقب، كيحط الاسم ديالو بحروف من ذهب. وان شاء الله كنتظروا مقابله قادمه ان شاء الله امام المنتخب العماني، واللي هو كذلك بقياده كيروش ماشي منتخب سهل. غنشوفوا فيه المرتدات السريعه ديالو، طريقه اللعب ديالو، الدفاع الكتله ديالو، هادشي كله كينتظر طريق سكيتيوي في المقابلات القادمه. نتمناو انه ما يكونوش اصابات لا في الحصص التدريبيه، نتمناو عوده اللاعبين والجاهزيه ديالهم، كل من كرتي وكل من هذا اشرف بن شرقي. نتمناو اللاعبين يكونوا جاهزين لهذه المقابلات ان شاء الله، ويعطونا اداء اللي يفرحوا به المغاربه كما فرحونا في هذه المقابله دي، وصراحه باداء ممتاز اداء ونتيجه. متابعينا الكرام، ما تبخلوش عنا بالاراء ديالكم والتعليقات ديالكم. مسلمات عليكم جميعا ومع السلامه.